السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء يا ملوك قناة الملكي اليوم. أنت الآن في حضرة قناة الملكي اليوم. يلا بينا نبدأ حلقة النهاردة. صلى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس. بسم الله الرحمن الرحيم. فلنبدأ. عنوان الحلقة يا جماعة النهاردة ساعات حاسمة، تمام، في فك القيد وإبرام صفقات جديدة. في تصريحات خرجت من الأستاذ أيمن ممدوح عباس إن الأستاذ ممدوح عباس سيساهم في حل الرخصة الأفريقية. تم الانتهاء من أزمة عبد الحميد معالي اللي كان مقدر ليها 900,000 دولار. كمان صلاح مصدق اقتربنا من انتهاء نهائي من الأزمة الخاصة بيه. كل ده ان شاء الله يبقى قبل 30/6 اللي احنا فيه ده ان شاء الله، الشهر 6 اللي احنا فيه. يذكر ان صلاح مصدق كان له 809,000 دولار، كان المفترض هيندفعوا له على دفعتين. اول دفعه هيبقى 400,000 والدفعه الثانيه اول اغسطس 409. ان شاء الله كل حاجه تبقى تمام باذن الله. يوجد مساهمات من الاستاذ ممدوح عباس وعدد من رجال الاعمال واعضاء من داخل النادي وخارجه. تم جمع ما يقارب من 5 مليون دولار من إجمالي 6 مليون دولار. يتبقى مليون دولار خلال يومين إن شاء الله. هنسمع أخبار حلوة إن المبلغ كله بقى في خزينة النادي. المبلغ ده مطلوب طبعا علشان كل القضايا نقفل عليها بقى ونفتح صفحة جديدة والموسم الجديد جاي إن شاء الله. سؤال الحلقة النهاردة لحضراتكم، ويا ريت تبقى تكتبوا لي الكومنتات تحت ونتشارك مع بعض فيه. بعد فك القيد وحل كل القضايا دي الخاصة بنادي الزمالك، هل ترشح ممدوح عباس رئيسا للنادي أم أيمن ممدوح عباس هو الأصلح؟ اكتب لي تعليقات واكتب رأيك وهنتكلم هنرد على بعض وندردش مع بعضنا في اللي يصلح يعني. أخيرا بقى وليس أخيرا، الإعلامي أمير هشام على قناة النهار بيقول خلال يومين سيتم فتح باب القيد. طبعا وجلب صفقات جديده، طبعا الكلام ده لسه قاله من شويه. وكمل امير هشام ان كل محبين نادي الزمالك خارج النادي وداخله وداخل النادي بداوا في جمع المبلغ المطلوب، وباقي المبلغ مهندس ممدوح عباس هيتكفل بيه. حبيت انهي بالاخبار الكويسه دي في الاخر الفيديو، علشان كفايه اللي احنا قرناه وسمعناه وشفناه وشاهدناه الفتره الاخيره اللي فاتت دي. فاتمنى من الله نسمع بقى نبدا اخبار كويسه عن النادي. واحنا رقم واحد ورقم اتنين واولا واخيرا نادينا مالناش دعوه باي حاجه تانيه. فان شاء الله اللي جاي افضل لنادي الزمالك وجمهوره، لنادي الزمالك وجمهوره. ملوك قناه الملك اليوم، انتم من تصنعون الفارق، انتم من تصنعون الحكايه. اشترك في القناه وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. تحياتي، قناه الملكي اليوم.